يكن بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، لمزيد من التذوق تعالوا لنتذوق حقيقة واقعا وبمنتهى البساطة والأريحية والواقعية. تعالوا لنتوضأ ونقرأ شيئا من القرآن. تعالوا معي إخوتي لنتوضأ حقيقة ونرى حقيقة الوضوء. إخوتي، بداية يجب أن نعتقد أن الوضوء شطر الإيمان، أن الطهور شطر الإيمان. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فإنه ينبغي أن يعتقد اعتقادا جازما أنه سيأتي بنصف إيمانه. الطهور شطر الإيمان. مال المية زعلانة ليه؟ فإخوتي تعالوا لنبدأ في الوضوء. والأصل في المسألة استحضار النية. فالنية شرط في صحة العبادات، شرط صحة. فلذلك إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فإنه ينوي رفع الحدث الأصغر في قلبه. النية محلها القلب. ليس من السنة أن تنطق بلسانك. ثم التسمية عند الوضوء، أن يسمي الإنسان عند بداية الوضوء، أن يقول بسم الله. أقلع الساعة عامل ايه؟ حاضر. أقلع أنا مع أنها ضد المي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيبدأ الإنسان الوضوء بالتسمية، بسم الله. التسمية عند الوضوء. كتاب عمنا الشيخ أبو إسحاق بتاع زمان، كشف المخبوء في ثبوت حديث التسمية عند الوضوء. أن يقول الإنسان بسم الله، ثم يغسل يديه. يبدأ بغسل اليدين. وخلي بالك وانت بتغسل ايديك لازم تنتبه لحاجة مهمة جدا وخطيرة، وهي أنه إذا غسل يديه، هذه البداية في غسل الكفين من سنن الوضوء. وأنا زي ما قلت دايما، ومنهجنا في الحياة إن احنا مش بندور بقى ده سنة وده فرض، وإنما بندور على كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى من توضأ نحو وضوئي هذا، مثل وضوئي هذا، زي الوضوء اللي أنا بتوضأ بالظبط. فيبدأ الإنسان يسمي الله بسم الله ويغسل كفيه. وخلي بالك كان إذا توضأ صلي عليه صلى الله عليه وسلم غسل البراجم. البراجم اللي هي عقل الصوابع دي، البروز بتاع عقل الصوابع دي، ودي غسل البراجم. خلل الأصابع. خلي بالك انك انت تغسل ضوافرك. ليه؟ لأن الذنوب، فإذا غسل يديه خرت ذنوبه حتى تخرج من تحت أظفاره. خليها تخر الذنوب من تحت ضوافرك حتى تخر من تحت أظفارك. ثم تمضمض. وخلي بالك في قضية المضمضة في نقطة مهمة قوي. النقطة المهمة ايه؟ ان بعض الناس يعمل كده. غلط الكلام ده، ما تنفعش، مش وضوء ده. المضمضة تحريك الماء في الفم، انك انت تاخد مية تحريك الماء في الفم. ثم كان من سنته صلى الله عليه وسلم السواك. السواك يا مسلمين، السواك. وقع في المية. هيجي تعال. السواك. بسم الله. السواك. والإنسان السواك عود من الأراك. كان صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويهتم بالسواك.
سئلت السيدة عائشة ماذا كان أول شيء يفعله صلى الله عليه وسلم عند دخوله البيت؟ قالت يتسوك. السواك. فالإنسان يبدأ السواك. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك طولا وعرضا. بالعرض، بعرض السنان وفي طول السنان. وكان صلى الله عليه وسلم يتسوك ويهتم جدا بالسواك ويتمضمض. وكان يتمضمض يتهوع. يتهوع. يبقى المضمضة عندك 3 حاجات: تحريك الماء في الفم اللي هي اثنين السواك طولا وعرضا، 3 يتهوع يخرج ما في حلقه المضمضة. فإذا تمضمض خرجت الذنوب من بين أسنانه، من بين أسنانه صلى الله عليه وسلم. ثم استنشق واستنثر. هم حاجتين في الموضوع الاستنشاق: ان هو ياخد المية في أنفه ويخرجها من أنفه. يبقى لازم حاجتين: ياخد تدخل في أنفه ثم تخرج من أنفه. وإن غسيل اليدين 3، المضمضة 3، الاستنشاق 3. يدخل المية جوه أنفه ويطلعها من أنفه. ثم يغسل وجهه. وحدود الوجه الشرعي من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين. يغسل وجهه. إذا كان له لحية يجري الماء على لحيته ويخلل لحيته. فإذا غسل وجهه خرت ذنوبه من أطراف لحيته. يا ترى اللي ملوش لحية هتخر ذنوبه منين؟ خرت ذنوبه من أطراف لحيته مع آخر قطر الماء. خلي بالك، عايز أقول حاجتين في موضوع غسل الوجه، لا أكتر من حاجة. أقصد إيه؟ إن في غسل الوجه نهى عن لطم الوجه بالماء. نهى عن لطم الوجه بالماء، ما تلطمش وجهك بالماء. دي حاجة. الحاجة الثانية، اوعى تعمل كده انك انت تغسل كده تاخد المية وتطلع تاني. غلط. الغلط في ايه؟ ان المية اللي انت حطيتها على وجهك وبعدين لقطتها دي، ده بقى ماء مستعمل، والماء المستعمل غير طهور، طاهر غير طهور. فالمية المستعملة دي ما ينفعش تغسل بها تاني. ونزلنا من السماء ماء طهورا. العلماء يقولوا ايه؟ ان الماء ينزل من السماء فيه قوة الطهارة، قوة التطهير. فإذا استعمل في طهارة فقد هذه القوة. لما الإنسان يغسل يتوضى بمية، المية اللي يتوضى بيها فقدت قوة التطهير، ما بقتش بتطهر. فلذلك تغسل ازاي؟ انك انت تاخد المية في يدك وبعدين تطلع من فوق وتنزل من منبت الشعر إلى أسفل الذقن. وتعاهد العذار، البياض الذي بين العذار ده اسمه العذار، السوالف دي اسمها العذار، والأذن. البياض ده ما تنساش، ده من الوجه، من الوجه ما تنساش. كان صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمر رضي الله عنه يتعاهد مآقي العينين. المآقي اللي هي الحتة اللي جوه العين دي، جوه هنا، اللي بين الأنف والعين، يتعاهد انه يغسلها. يغسل تعاهد المآقي وتعاهد هذا البياض الذي بين العذار والأذن، وتعاهد وأن يتعاهد الإنسان جبهته، يغسل وشه كويس لتخر ذنوب. ثم يبدأ في غسل اليدين. احنا قلنا غسل اليدين الكفين في الأول دي سنة. غسل اليدين بقى الفرض. وأيديكم إلى المرافق. يبدأ بغسل الإيدين من أول إيديه ويغسل. وخلي بالك برضو، عايز أقول إن بعض الناس اللي بيعمل كده
انه يغسل وينزل ميه، يعني ياخدها هنا غلط. انت بتاخد ميه كده وتاخدها من هنا تطلع تاني غلط، لان الميه اللي نازله دي ميه مستعمله لا يجوز استعمالها مره تانيه، مش طهوره. ميه طاهره نظيفه لكن مش طهوره، ما تغسلش. يغسل ويخلي للصوابع، ولازم كان يغسل حتى يشرع في العضد، دول اسمهم المرفقين. ده المرفق، ده كوع، ده كوعك. ها حد في ناس كتير مش عارف كوعه من بوعه، فده كوعك، ده اسمه الكوع وده اسمه المرفق. يغسل يديه الى المرفقين، ايده اليمين 3 مرات وبعدين ايده الشمال 3 مرات. وقلنا برضو تحاشى انك انت تاخد الميه من تحت، لا. امال اعمل ايه؟ لو بتوضى من اناء ولا غيره انزل ايدي مع الميه. وبعدين مسح الراس. مسح الراس كان صلى الله عليه وسلم يمسح راسه ذهابا ومجيئا. يبقى يمسح راسه رايح وجاي، ده مسح الراس. دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما انا بقول بقى اللي هيقول لك وامسحوا برؤوسكم بعض الراس ومش، انا بقول لك اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. كان ياخذ الماء ينثر ويمسح راسه ذهابا ومجيئا، ثم يمسح اذا تبقى ماء في يديه، ايديه لسه فيها ميه، يمسح بيها اذنه. وحين يمسح الاذن خلي بالك ازاي، يمسح ظاهر الاذن اللي هو الصوان وباطن الاذن. ومسح الاذنين من الفرائض. الامام النسائي بوب في سنن النسائي بابا فقال: باب الدليل على ان الاذنين من الراس. ثم ذكر حديث: فاذا مسح راسه خرت ذنوبه حتى تخرج من اذنيه. مسح راسه الذنوب خرجت من ودانه، يبقى ودانه من راسه. يمسح راسه رايح جاي، وبعدين يمسح اذنيه من جوه ومن بره، ثم يغسل رجليه. يا ترى هنغسل رجلينا ازاي؟ بسم الله. يغسل رجليه، وغسيل الرجلين في تهديد خطير جدا: ويل للاعقاب من النار. الاعقاب اللي هي الجزء اللي اجيبها لك ازاي يا شيخ الله يرحمك؟ هات انت هذين، هذه تسمى الاعقاب. الاعقاب اللي هم الجزء اللي هو ورا اللي بنسميه ده اسمه بقى اللي احنا بنقول عليه ده العظم البارز، ده اسمه الكعبين. ده اسمه الكعب، مش ده الكعب. الكعب ده العظم البارز ده. ويغسل هنا، يغسل رجليه، ويبدأ ويخلل أصابعه، رجله اليمين ورجله الشمال، يغسل رجليه ويخلل أصابعه. وذكر العلماء في تخليل الأصابع: هل تخليل الأصابع فرض ولا سنة؟ قالوا إذا كانت صوابعه مركبة على بعضها يبقى تخليلها فرض. إذا كانت أصابعه مستقيمة والمية بتتخللها هي كده بصورة طبيعية، يبقى خلاص مش محتاج ان هو يخلي الاصابع، ما بقتش فرض عليه لان المية كده كده بتعدي فيه. توضأ وخلص وضوءه، يقوم بقى يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وتغفر بذلك ذنوبه. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إذا عاش الإنسان هذا الوضوء وتوضأ بقلب، وعاش بقلبه في وضوء، غسل إيديه وهو شايف الذنوب بتخر، غسل وجهه وهو شايف الذنوب بتخر، مسح راسه وهو شايف الذنوب بتخر، غسل رجليه وهو شايف الذنوب بتخر، يبقى في الحالة دي عاش إيمانه ولذته وطاعته وجماله، لدرجة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم كان خروجه إلى المسجد وصلاته نافلة.
الله أكبر. صلى الله عليك يا رسول الله. والله أنا بحب سيدنا النبي قوي صلى الله عليه وسلم.